ايه الفرق ما بين ان انا العب على الجهاز ده او ان انا امسك دمبل والعب شولدر بريسز، والفرق ما بين ان انا العب رفرفه امامي؟ لو احنا بنتكلم على العضله اللي شغاله فالاثنين شغالين على الكتف الامامي، ولكن هنا انا كده شغال على مفصل واحد اللي هو شولدر جوينت، وهنا اشتغلت على مفصلين الا هما مين؟ الالبو جوينت والشولدر جوينت. طب دي حاجه، ايه الاهم من كده؟ هتلاقي هنا لما انت بتمسك الدمبل ده وانت فارد ايدك وبتلعب فرونت ريزس الحمل تحس ان هو اتقل، لكن انت هنا اهو ايه اللي يحصل؟ انا ممكن العب بال 20 كيلو عادي. طب ايه اللي حصل؟ ازاي هنا اقدر اشيل اوزان اكتر؟ لان المسافه قلت. انا عندي دي المسافه اللي موجوده ما بين الوزن اللي نازل وما بين مين؟ الشولدر، الجزء اللي متحمل عليه. المومنت بيكون بناء على الفورس اللي نازله مضروبه في المسافه اللي هي بيكون ذراع العزم عندي، فبيأثر عندي في التوتال مومنت اللي عندي. يبقى انا عندي كل لما ببعد كده كل لما ذراع العزم بيزيد، طول لما المسافه دي بتزيد، يبقى طول ما المومنت الاوفر اول او الاجهاد الفعلي اللي على العضله اللي بيحصل له بيزيد، يبقى